صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذه الآية الكريمة نزلت في الدفعة الأولى من المهاجرين الذين هاجروا إلى الحبشة، وهم جعفر بن أبي طالب سلام الله عليه والرعيل الرواد من المهاجرين الذين هاجروا إلى الحبشة. الآية نزلت به. أول مضامين هذه الآية قل يا عبادي الذين آمنوا. نعتتهم الآية الكريمة بأنهم عباد الله. والحقيقة اللي ما يتنبه لهذا الاصطلاح قد يتصور شيء عادي، كأنه أكو عندنا عباد وعندنا عبيد. نبه لي العبيد يعني المملوكين المخلوقين، وطبعا الله عز وجل لما يكون هو الخالق هو المالك فعلا. كل واحد عنده ملكيته تنتهي إلا الله عز وجل مالك كل شيء. فتعبير بعبيدي يعني المخلوقين إلي الذين يملكهم الله عز وجل ويملك بيديه ضرهم ونفعهم. ومرة لا يا عبادي، العباد لا مو يعني مأخوذ منين؟ من العبادة، يعني يا من تعبدوا بأوامري وبأقوالي، يا من التزموا منهجي، يا من مشوا على ما رسمت لهم. نبه هذا معنى عباد. وهاي منزلة كبيرة. انت ملاحظ ان احنا الان لما نشهد يعني بالاذان او بالاقامة اول ما نقدم العبودية على النبوة، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فنقدم مرتبة العبودية نعم على مرتبة الرسالة. مرتبة العبودية خلي اقرب لك المعنى. فاليوم سألوا الامام سلام الله عليه قالوا له ياه الاحسن اليك دخولك الى المسجد ام دخولك الى الجنة؟ قال لا، دخولي الى المسجد احب الي. قالوا له لماذا؟ قال لان المسجد فيه رضا ربي والجنة فيها رضا نفسي، ورضا ربي خير من رضا نفسي. لان انا الان لما اريد ادخل الى الجنة يعني انعم وارضي رغباتي واشعر بالنعمة، لكن طبقي الى المسجد لا، انا في جو عبادي فيه رضا الله، ورضا الله يقدم على رضاي. طيب هذه منها النوع. لما نقول عبيد الله يعني المملوكين الغارقين بنعمته الغارقين بعطائه، لكن عبادة لا، المتمحضين لعبادته الملتزمين بأوامره. هنا كأنهم
وهم بصلة مع الله تبارك وتعالى. طيب، من بعد ما عرفنا هاي خلينا نرجع. الآية تنعتهم بأنهم عباد الله، وهي صفة تشريف. شنو المناسبة؟ هذول هاجروا وطلعوا من المدينة، العفو، طلعوا من مكة راحوا إلى الحبشة. شنو يعني المناسبة بعباد الله هنا؟ شنو مناسبة واضحة. أنا أكد لك، أنت لا تعتقد أكو شيء أعز على الإنسان من وطنه. تراب اللي يعيش عليه الإنسان جدا عزيز عليه، ومو إلا أن يكون التراب تراب يعني في قضايا افرض مغريات، يعني مو واحد التربة اللي يعيش عليها يعيش بمكان ازرق بانهار متفجرة بمناظر طبيعية هائلة بمناخ رائع، نعم، او صحراء، واحد يعيش بصحراء رملة. صدقني من حيث الارتباط اثنين هن واحد، ما يفرق. يعني انا الان لم اولد على صحراء على رملة عادية وتاخذني الى احسن الامكنة، ما تولد عندي اشباع، ابقى احن الى تربتي، نفس التربة اللي ينولد عليها الانسان التي تصافح خده. هو هالجانب هذا جانب يعني اعتقد واضح. خلينا ضبطوا لي هالجغاء داخل الله، ضبطوا لي المن يطبطق المناك ضبطوا شوي. فاذا المسألة يعني مسألة ان الانسان مشدود الى تربته الى وطنه، مسألة معروفة واضحة. هذا اذا صار البناء الله عز وجل يأمره بان يخرج ويطلع، يعني شنو؟ يغالب عواطفه، يغالب شنو؟ حبه لبلده، يقهر روحه، يجبر روحه على هجر الاوطان. هي ترى مو بس الاوطان، يعني مو بس التربة، وهي التربة اللي تنولد بها عندك عشير يلعب معك طفل، عندك رفيق صبا، عندك اسرة ترتبط بيها، عندك وطن، عندك اهداف، الام، امال، كلها بوطنك. هذه الوطن هو الحياة، الوطن في الواقع هو الحياة. فلما الانسان يطلع من وطنه، لما الانسان يجبر على الخروج من وطنه، طبعا هو ما يجبر على الخروج من وطنه الا شيء شديد جدا، يعني الا امر بشيء من شو تسمي القشر، يعني من الجبر، والا مو سهل عليه. هنا شنو اللي خلاهم الله عز وجل ينعتهم بانهم عبيد الله؟ ينعتهم بانهم عباد الله، اللي خلاه ينعتهم بانهم عباد الله انهم اطاعوا امر الله في هجر الاوطان. هجروا الاوطان. هم ليش هجروا للوطن؟ انا اقول لك ليش هجروا. احنا عندنا طبعا من الاحكام اللي موجودة في كل كتب الفقه عند المسلمين ان الانسان اذا اراد يمارس عقيدته، يعني اريد اصلي، اريد اصوم، اريد اقيم الطقوس العبادية اللي انا معتقد بيها، اذا عندي حرية ماكو اشكال، ما في اي اشكال. اذا لا والله اطب للمسجد، واذا طبيت للمسجد نعم توجهت لي العيون، واصبحت مجرم، ولحقتني النعوت ان هذا خطأ، هذا اصولي، هذا اكو عنده اهداف خطرة، اصبح يمنع عن اداء صلاته، يمنع عن اداء صيامه، يمنع عن اداء شعائره. بطبيعة الحال هذا بعد يحرم عليه البقاء. الحكم من يثر بدينه يطلع. ليش؟
لانه الدين اهم من الوطن. الوطن شي يربي عندي انا؟ الوطن يربي عندي الجسم، تمام، يربي مشاعر، لكن مو بتلك الدرجة من الاهمية بحيث تساوي المشاعر الدينية. لا، دين الانسان اهم من كل شيء، دينه اهم جدا من اي شيء مهم اخر. فاذا كان كذلك اصبح يتعين عليه الهجرة اذا التربة اللي هو بيها ما تسمح له بممارسة عقيدته، ما تسمح له ان يدخل الى مسجد يصلي او يؤدي طقس من طقوس العبادية. وهذا اللي تعرضوا له المسلمين الرواد الاوائل، تعرضوا الى هاي الظاهرة. وشلون ظاهرة هي كانت قريش لاحقهم اذا واحد لمست من عنده ان اتجه الى الاسلام قالوا لها صبوت الى دين محمد، صبوت الى الساحر الكذاب، وبدأوا يلاحقوه. وشلون ملاحقة يعني احيانا ينهار الانسان معها تماما، ينهار. يعني ملاحقة شنو اكثر؟ ايش تتصور اكثر من ان يجيبوه يشبحوه بالارض ويشيلون ارضه عن مستوى ظهره عن مستوى الارض ويشعلون نار تحت ظهره؟ اكثر من هذا شنو؟ وان كان وسائل العذاب الاخرى اللي ابتدعها القرن العشرين العن، في واقع الامر هذول تعرضوا من اجل عقائدهم الى منتهى الشدة. لذلك الله عز وجل امرهم بالهجرة، هاجروا. النبي قال لهم اطلعوا بقاءكم هنا بعد غير صحيح، يعني فروا بدينكم. فعلا فروا بدينهم، طلعوا دولة الرواد الاوائل الذين هاجروا. اذا شنو معنى اتقوا ربكم؟ شنو معنى التقوى هنا؟ شو والله التفت لي هالنقطة. التقوى هنا يقولوا انتم طالعين الى بلد غريب، رايحين الى بلد غريب، ولما راح تروحون الى بلد غريب لا تروحون تصخمون وجه الاسلام. مو اكو واحد يطوب بعنوان مسلم، ايش عنده نقائص جابها، ايش عنده خرافات، ايش عنده نقائص جابها الى البلد اللي يطبيه. يا اخي اذا عندك ضيم خليه عند اهلك، جايبك انت، خليك شوية اطلع بيض وجه الاسلام اللي تنتمي اليه، خلي اسلامك وفق القواعد. وهي المصيبة انا قد يقول لي واحد شيخ احنا منين ناخذ الاسلام؟ غير ناخذه منكم من عمائمكم. اذا عمائمكم مخرفة شو نسوي له؟ مش اقول له بالله انا هذا شو اللي اقول؟ هذا البلاء. على اي حال يعني هي ترى هاي ما مقبول هذا الكلام. ليش ما مقبول؟ لانه اكو احنا الحمد لله عندنا عمائم مشرفة، عندنا عمائم على علم، على تقوى، على هدى، على بعد عن الخرافات والاساطير، كل واحد يعرفهم. اروح اخذ من منبع، يعني انا لما اريد اشرب لي مية ادور على نبع نظيف صافي، لما اريد اشرب عقيدة ليش اروح الى نبع ملوث؟ فالآية تقول لهم انتوا طالعين رايحين رفعوا رؤوسنا صح للامام الصادق سلام الله عليه الى غلام مهران جل تعالى. شوف، ان الحسن من كل احد حسن ومنك احسن لقربك منا. قال له اذا واحد يسوي جميل شيء عظيم، هذا الجميل من كل واحد جميل، لكن منك احسن. ليش؟ لان يقولون هذا غلام الامام الصادق، يعني خليك تجيب لنا المدح والثناء، لا تجيب لنا العار، لا تجيب لنا العيب. وان القبيح من كل احد قبيح ومنك اقبح لقربك منا. يعني واحد لما محسوب على الدين، هذا اذا محسوب على الدين بطبيعة الحال
اذا صدرت من زلة ما يقولون هو غلط، ينسبون الغلط للدين نفسه، وهذا اللي صار. فالآية تقولون اتقوا ربكم، انتوا رايحين تهاجرون، من تروح تهاجر شيل لنا وجه ابيض، لا تشيل لنا وجه اسود، شيل لنا عقائد صحيحة طيبة، امشي وفق ما رسم لك القرآن، لا تروح تخرب وتذبها على عاتق الاسلام. اذا الآية تقول لهم اتقوا ربكم، يعني انتوا الان بصدد الهجرة، ولما تكونون بصدد الهجرة بطبيعة الحال الهجرة الها شعبتين. اكو شعبة انتوا راح تجون نظريا امام الناس مسلمين، والشعبة الثانية راح تجون تطبيقيا امام الناس بانكم مسلمون. شنو يعني تطبيقيا؟ يعني مرة الناس انا يشوفوني اقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله واعترف بتعاليم الاسلام، يقولون هذا نظريا مسلم، بعدين يجون يتعاملون وياي، لما يتعاملون وياي يشوفوني لما اتداين من واحد ما ارد الدين اكله، لما اتعامل ويا واحد اتعامل وياه بشوق. يقولون يا شنو معنى الاسلام؟ وهذا الاسلام شتى الاسلام تاكل حقوق الناس، الاسلام انت تستعمل يعني تصرفات لا تنسجم مع تعاليم الاسلام، هذا هو التطبيقي. ولذلك لما سألوا النبي عن الدين قال الدين المعاملة، انت واحد ما تقدر تعرفه متدين الا تتعامل وياه، والا سهل ان هذا يقعد له شوية بمحراب يبكي ربع ساعة مثلا، او يتباكى او يظهر نفسه بمظهر اهل الصلاح، هذا كله سهل. لكن المو سهل شنو؟ الاستقامة. استقم كما امرت، يقول له القرآن للنبي استقم. نعم، هي الاستقامة اللي تحدد مكانة الانسان. طيب، فتقولوا اتقوا ربكم للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة. شنو معناها؟ كانوا تقولوا انتوا هاي هجرتكم اللي من اجلها عفتوا الاوطان لكم مقابلها حسنة. المفسرين يقولون الحسنة لها رأيين. الرأي الاول الحسنة بالدنيا، ان هذا لما يهاجر ايش راح يشوف؟ اولا راح يلقى ناس غير ناسه، يعني يتعلم، يتعرف على طباع، يتعرف على اخلاق، على حضارات جديدة، يستفيد من السفر، من تجربة السفر، لان السفر مأخوذ من السفر الكشف. احنا نقول اسفر الصباح يعني اذا انكشف الظلام. فهذا لما يطلع يلتقي بالناس، يعرب عن اخلاقه، والناس اللي مسافرين ايضا يعربون عن اخلاقهم. يعني واحد بالسفر تعرفه، تطلع على اخلاقه، على استقامته. في اول فائدة راح يتعرف هذا، يعني قدامه كتاب تكويني يقرأ به. اذا الانسان يستفيد من الكتاب التدويني، هذا كتاب تكويني يمر بالارض، يتعرف على الناس، على الاخلاق، على العادات وحده. قد يحصل مكسب مالي، يجوز يحصل مكاسب مالية، بعد قد يتثقف مثلا، يتعلم، يكتسب خبرات، هاي كلها حسنات تكميل للنفس. فالحسنة المراد بها المنافع الدنيوية، هذا رأي. الرأي الآخر لا، الحسنة المراد ما أعد الله للمهاجرين من عطاء، هذول اللي من أجل المحافظة على دينهم طلعوا من أوطانهم، الله عز وجل أعد لهم جزاء. الحسنة يريد بها الجزاء الأخروي. أعظم حسنة حصلوا عليها الذين هاجروا شنو هي؟ نشر الإسلام. تتصور أنت الإسلام ما انتشر إلا بالهجرة؟ يعني الآن لما ترجع
تلقى الارض اللي وصل الى الاسلام وصل بطريقين: يو جهاد، جماعة طلعوا جاهدوا قاتلوا اخذوا الارض وبعد ذلك الناس اسلموا. يو لا، هجرة. شلون هجرة؟ يعني واحد يطلع بمكسب تجاري، عنده بضاعة عنده تجارة ويجي ينزل البلد، اهل البلد يطلعون عليه، اذا شافوا عقيدته ودينه واستقامته يتعلمون من عنده ويكون داعية للاسلام. وترى الاسلام انتشر في اغلب بقاع الارض عن هالطريق، لان الاسلام زحف كما تزحف النار بالهشيم. الجماعة دول التجار، الجماعة المسافرين الذين هاجروا حملوا عقائدهم والناس تعلمت من عندهم وانتشر الدين انتشار كبير. لكن بعد ذلك اكو بالعكس جماعة اجوا قلصوا للاسلام. وهي القضية معروفة، اذا طب وجه مشرق وطب انسان مستقيم ينشر العقيدة، وبالعكس اذا واحد اخلاقه رديئة تصرفاته نعم ما تتمشى مع الشرع ينفر الناس من الاسلام. بالمناسبة اروي لك حادثة. يقولون احد الحكام جابوا له واحد من الاشرف دخلوه عليه شار راسه له، قال له انت تقرأ القرآن؟ قال بلى انا اقرأ. قال له زين، بل اقرأ لنا اذا تحفظ من القرآن شيء. فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، اذا جاء نصر الله، الى قوله: ورأيت الناس يخرجون من دين الله افواجا. تعالوا بالعكس تقرأ الآية مو شي، الآية ورأيت الناس يدخلون، قال له هاي يدخلون قبل ما الله يمن عليهم بجنابك. نعم، من اجيت انت لا، الناس خرجوا من دين الله نهائيا، خرجوا من دين الله. اتخطر صارت يعني حادثة مناسبة لهالحادثة ويا المنصور كان يتمشى بالموصل ويا واحد يتمشى ويا من اهل الموصل، والبلد كان اعوذ بالله تجتاح اوبئة بوباء الطاعون. المنصور كان يشوف ذول الصرعى اللي يصرعهم الطاعون، ويلاحظ صار بالبلد. بعد فترة قال له هذا صاحبه، قال له خلينا نطلع نتمشى. طلعوا يتمشون، قال له شلون البلد؟ قال له الحمد لله الان نظيف ما في شيء. قال له يعني ماكو بعد مرض؟ قال له لا، الله اعدل من ان يجمع علينا طاعون في يوم واحد، طاعون خلافتكم والطاعون المرض. نعم، وحقك ان بعض هؤلاء وباء العن من وباء الطاعون. هنا اتأمل هذا، يقول له الآية كانت ورأيت الناس يدخلون في دين الله، اللي شالوا دين الله مستقيمين، شالوا على علم على وعي على استقامة على دين، مو اجوا ما عندهم دين ولا وعي ولا استقامة. طبعا الناس تهرب من دين الله تخرج. فارجع للموضوع، هذول لما هاجروا نشروا الاسلام، اعظم حسنة عندهم نشر الاسلام. تأمل بقاع الارض كلها مدينة للمسلمين الذين هاجروا وحملوا دينهم معهم ونشروا الاسلام، نشروه. والى الان وحقك الان اذا مسلم متقيد باخلاق الاسلام واداب الاسلام، صدقني اذا حل ببلد يمكن ياخذ اثر تماما. ليش؟ لان ترى الدنيا بصراحة مو لانه ديننا الاسلام لا، لكن ترى الدنيا ما بيها عقيدة سليمة ونظيفة وما بيها هوس مثل الاسلام. السادة لا تقول لي اكو زوائد وملحقات، هاي مو من الدين، ما العلاقة انا بيها.
انا احكي الدين الاسلامي، القرآن والسنة والممارسات النظيفة اللي تكون نابعة من الكتاب والسنة. هاي اذا اقتصرنا عليها هاي هي الدين، وحقك هاي تاخذ طريقها تجتاح الشعوب. انت لا تتصور ان هناك فكر ونبع صافي كنبع الاسلام، لان الله عز وجل ختم به الاديان. اما ما يمكن ان يلحق بالاسلام من اراء شاذة او من ممارسات، الاسلام بريء من عدها. وين كان يعني ما عندنا طريقة. ارجوك شلون نقدر احنا بعض النظريات نقضي عليها، بعض الممارسات نقضي عليها؟ ترى مو سهلة لك. مو يعني كثير من الناس يقول مولانا ليش المراكز الدينية ما جاي تصلح بعض الاوضاع الشاذة؟ تقول له المراكز الدينية شنو هي؟ عندها قوة تنفيذية؟ وهي مو بس قوة تنفيذية، حتى اذا اكو قوة تنفيذية هذا اللي تريد تردعه يرتدع يولا. شلون؟ خلي اقرب لك المعنى. واحد كان يمشي ويا واحد، شاف له حبارة، هالطير هذا هاي الحبارة تطير وتوقع. قال له هذا طائر كبير. قال له لا هاي مو طائر، هاي نعجة. قال لك هذا طائر، بس شوف قدام عينك، هذا عنده جناح وجاي يطير بالفضاء ويجي يرجع. قال له نعجة ولو طارت 1000 مرة. ايش يسوي لها بالله؟ اذا نعجة ولو طارت 1000 مرة ايش يسوي؟ شنو اللي تسوي له؟ يعني الا الزيلة من الوجود ولا شنو؟ هي كل شيء انت تقدر تصلحها. هاي نقطة. النقطة الاخرى انت تقدر تحجر على الافهام. يعني تيجي الى واحد يفتهم من النص شيء، تيجي تحجر على فكرة، ما تقدر تحجر على فكرة. اكو كثير من الاراء اللي البعض يتصور ان ما اخذها من نص من القرآن، والبعض يتصور ان ما اخذها من نص من السنة النبوية الشريفة، وهي بالواقع مو بهالشكل. يعني هي بها غلط من عنده، او بها ضعف ادراك، او بها عدم اجتهاد، لكن ما تقدر تصلحها، ما تقدر، ويبقى متمسك بها. يعني خصوص مسألة العقائد، مسألة العقائد مو سهل تغيرها ابدا. اللي يتصور ان العقائد سهل تتغير هذا في الواقع ما عنده خبرة. مسألة العقائد مسألة متجذرة، باقية ومتجذرة، ومو سهل الخروج منها ابدا. على العموم ان شاء الله الليالي الآتية قد اتناول بعض هاي المواضيع ان شاء الله. المهم ارجع للآية. الآية تقول للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة، وقلت لك اكبر حسنة نشر الاسلام، لان الله عز وجل ما انزل للدنيا نبعا كريما كنبع الاسلام، ولا عقيدة خالية من الخرافات. انت شايف يعني احنا ترى ما اكو عندنا هالبهرجة هاي، لا عندنا جروصة معلقة نطقطق بيها، ولا ما ادري شو نسوي بيه، ولا هالمهرجان ابدا. يجي العربي البسيط يستقبل القبلة، يصلي ويخلص ويلزم العشية مالته ويتوجه للسماء. رب العباد ما لنا وما لك، انزل علينا الغيث لا ابا لك. النبي شافه قال والله لا ابا لله، انه لم يلد ولم يولد. هذا على رسله، خلوه على عنفوانه، خلوه على بساطته، رأسا يتصل بالله. لا اكو حجاب، ولا اكو وسائط، ولا بهارج، ولا شموع، ولا هيلمان، كل هذا ما موجود. رأسا اياك نعبد واياك نستعين، رأسا. واعتقد هالعقيدة تأخذ طريقها الى النفوس. الاضافات مثل ما قلت لك، الاضافات تسلط عليها الاضواء، لكن شو تسوي؟ بعض الاضافات مثل ما قلت لك ما نقدر نوخرها لان ارتبطت بمصالح، ارتبطت بمصلحة.
اظن تحتاج الى مثل، خل اعطيك مثل. يقول ابن حجر في الصواعق المحرقة، فاليوم شالوا مروان قالوا له انتوا صدق تعتقدون ان الامام علي عليه السلام اكو عنده شوية مساهمة في دم الخليفة الثالث يعني؟ قال معاذ الله، علي بن ابي طالب مساهمة؟ علي بن ابي طالب ابرأ الناس من هذا، براءته كبراءة الذئب من دم يوسف. قالوا له ليش انتوا شعراءكم وكتابكم ودعايتكم تتهم امير المؤمنين بذلك؟ قال لهم ان امرنا لا يستقيم الا بذلك، شغلتنا ما تمشي الا بهذا، ما نبطل احنا نسوي له. اذا بعضهم شغلته ما تمشي ولا يعرف ان هذا الرأي اللي هو عليه باطل، يعرف ان هذا المنحى اللي هو ينحوه غير صائب، لكن المسألة يو عصبية يو مصلحة. نعم بالشو يعني قاضي تجي لي تقول له تعال يا اخي انت شلون تهدم عائلة كلها؟ واحد هذا جاي صاير لك تريد من السكر، انت هذا تاخذ رأيه بالطلاق؟ شلون يعني؟ ما سكران، ما يعقل ما يقول. وملاك التكليف هو العقل ملاك التكليف. واحد مو عاقل الله ما يكلفه ابدا. النايم لا يكلف، الشاهي لا يكلف، اللي ما عنده عقل لا يكلف. طيب انت شلون تقبل طلاقه هذا هو سكران؟ انا شو اسوي؟ انا غصبا علي انا اقضي على المذهب الحنفي، ايش بيدي؟ قاضي انا، موضوع لي الغرض، لازم اطبق الماده. شلون تتامل يعني المساله؟ احنا جايين نبني مذاهب لو نبني كلمه الله؟ لا نبني كلمه الله يا اخي. المساله اذا انا الراي مره اعتنقه عن عصبيه، مره عن مصلحه، مره عن هوى، مره عن واقع. فاعود شويه للموضوع. الايه تقول للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه وارض الله واسعه. هذا المقطع بالله شويه تنبه له. جاي يقول لهم لذول المهاجرين اولا شو يقول لهم ارض الله. شنو نفتهم من ارض الله؟ مو البعض يقول لك هاي ارضي، هذا بلدي وهاي ارضي. احنا نرجع للقرآن. القرآن يقول والارض وضعها للانام، للناس. فقهاء المسلمين يقسمون الارض قسمين: دار ايمان ودار شرك. دار الايمان الارضية كلها تكون دار ايمان، ما يعترف الاسلام بحواجز ابدا. حاجز نعم ما يعترف به. هاي الارض للمسلم، هذا مسلم وهذا مسلم، وارض المسلمين للمسلمين. يعني ما اكو حواجز بين مسلم ومسلم. هاي الحدود لا يعترف بها الاسلام ابدا، لان يرى ان الارض لاهل لا اله الا الله. زين؟ فالقرآن يقول وارض الله، هاي ارض الله، لا تقول ارضي. انت هاي اللي تقول ارضي انت هاي راح تخليها عندك دائما تكون بملكك. لو انت راح تصير بملكها، انت راح تصير بملكها مو هي. وفعلا انت ما مش خايفه يصير حربي، وبعد يومين جندلوا وجابوه وين ذبوه؟ بحفره من هالحفر، واهالوا عليه التراب. واذا بتلك الارض اللي كان يقول انها ملكي هي تملكه، اللي يقول داري هي تصبح قبرا له ينتهي معها الى القبر. هذا اللي نشوفه امام اعيننا، ان التراب هو المصير اللي سوف يملكنا. فالارض ارض الله، لا تقول انه هاي الي، هاي راح تطلع من عندك، يو تبيعها يو غصبا عليك انت من بعد موتك تؤخذ منك. زين؟ هاي نقطة. النقطة الثانية لما يقول ارض الله واسعة، يعني يريد يدفع الناس الى مسيرة الكرامة. شنو يعني مسيرة الكرامة؟ يعني يريد يقول له المكان اللي انت بيه، المكان اللي انت بيه اذا ما عندك بيه كرامة
هذا مو وطن. الوطن اذا ما يحقق لك كرامة ما يساوي ثلج. نعم كرامة الانسان. تتصور انت الرسول صلى الله عليه وآله بالوثيقة الضخمة اللي اعلنها في مكة المكرمة في حجة الوداع، سأل المسلمين القاعدين قال لهم اي يوم هذا اليوم؟ قالوا له اعظم الايام يا رسول الله، هذا يوم الاضحى. قالوا زين اي بيت هذا البيت؟ قالوا له اعظم البيوت، هاي الكعبة الشريفة. قال هم في نفس الوقت هذا البيت اعظم البيوت واليوم اعظم الايام. البلد قالوا له اعظم البلدان، هاي مكة المكرمة. قالوا اي شهر هذا؟ قالوا له اعظم الشهور شهر ذي الحج. قال اعلموا ان حرمة المؤمن اعظم عند الله من بيتكم هذا، ببلدكم هذا، بيومكم هذا. اعرفوا حرمة المؤمن شنو؟ حرمة المؤمن اعظم من حرمة الكعبة. المؤمن الانسان اللي يحمل مشاعر والايمان حرمته تساوي الدنيا. اذا صار البناء تهتك حرمته، كرامته تسحق، هذا بعد البلد يساوي شيء؟ يريد يدفعهم الى موطن الكرامة. يعني يريد يقول لهم انتم هنا بمكة ما ظلت لكم كرامة. يجي ابو جهل ياخذ المسلم يحط رجله على عنقه. ابو جهل يحط رجله على عنق المسلم ويسحق على عنقه. لكن تالي شوف الله عز وجل شلون صرعه، وقع بالواقعة بالساحة، فك عينه شاف منه عبد الله بن مسعود جاتي على صدره رضوان الله عليه. عبد الله كان يرعى اغنام. قال ايهن يا رويعي الغنم لقد ارتقيت مرتقا صعبا. فك على صدري وانت راعي غنم بالامس. فقال له اسكت يا لكع، ان الله قد اعزني بالاسلام واذلك بالشرك. قال له ما صنعت قريش؟ قال له هزمت. قال له انتم انتصرتوا؟ قال بلى. قال عجل بقطع رأسي وارفع على رمح طويل حتى تعرف قريش اني مت على دين الصنم. اتأمل هذا الرجل كان يحط رجله على اعناق المسلمين. ابو جهل هو شنو ابو جهل حتى يحط رجله على رقبة المسلم؟ بقت كرامة بعد؟ قال له لا بعد بلد لك القبيل، ما طول كرامتك معرضة للهدر، ارض الله واسعة لا تظل. لما تشوف انك تستهان وتمتهن اطلع. اثنين، الشيء الثالث يقولهم دوروا ارض الى نبتتكم، شجر مالكم دوروا لها ارض غير الارض. طبيعي يعني انا الان لما عندي نخلة اريد اغرسها، هاي النخلة كون اشوف لها قاع صالحة، لما اجي اشوف هاي الارض اللي اريد اغرس بها النخلة صلبة ما تنمو بيها توقف، اضطر ادور لي على قاع اخرى رخوة او سهلة او صالحة. النبات يريد له ارض ناشفة. القرآن الكريم يقول لهم مكة مو مكان صالح للدعوة، مكة مكان لا يصلح لنمو نبتة الاسلام، دوروا لكم مكان اخر. وفعلا اللي صار هكذا، رأسا دولة بس طلعوا اجوا الى الحبشة اخذوا اثر في هجرتهم، وبالمدينة بعد اخذوا اثر. المجتمع المدني ما قام الا بالمدينة، يعني الدولة ما ازدهرت الا بالمدينة. في الآية تقولهم ارض الله واسعة. هنا يجينا سؤال، واحد يقول زين افرض ارض الله واسعة، وافرض كرامتي انا تدفعني لان اخرج، وافرض اني راح احصل مكان لافكاري يمكن تنبت بي افكاري، لكن اقدر لو ما اقدر؟ يعني وين اسوي هاي لعنة الباسبورت؟ شو اسوي له؟ انا شلون وين اقدر اروح؟ يعني من كانت في ايام المسلمين ما كانت اكو حواجز، ماكو الا باسبورت. هاي طلع الباسبورت شوكت
بالقرون الوسطى بدأ في اوروبا، كانوا يعبرون عنه اوراق السفر يسموه. وبالخصوص بمصر ظهر، مصر ايام الطولان، ايام احمد بن طولون، نعم ايام الطولانيين، كان ما يقدر واحد يطلع من بلد الى بلد الا بالجواز، حتى من بلد الى بلد في داخل مصر. طيب وضعت العقبة، اي عقبة وضعت في طريق السفر، فما اصبح يقدر يتحرك المسلم الا بوثيقة. بعدين اوروبا نشأت بها عقبات اخرى. شنو العقبات الاخرى؟ مثلا امريكا هم كانت مسبقا ماكو اوراق سفر، ماكو باسبور، لكن اللي صار شنو؟ اللي صار قاموا الدولة اللي يجون يهاجمون، هذول يشكلون عمالة رخيصة. شلون يعني عمالة رخيصة؟ يعني تعرف هذا غريب جاي يمكن 10 يتفقون يقعدوا لهم البيت، يدبر روحه بمعاش بسيط، يريد يوفر كم فلوس يوديها لاهله بدوافع اقتصادية، فسهل عليه يشتغل مثلا افرض بنص الراتب اللي ياخذه منه ابن البلد يقول لك انا عندي بيت وعلي تكاليف وعلي مشاكل ما يصرف لي اشتغل باقل من هذا. فشو يصير؟ العمالة الوافدة راح تزاحمهم، العمالة الوافدة باعتبارها رخيصة راح تزاحمهم. صارت ضجة في امريكا ان هاي العمالة الوافدة وقفت اشغالنا منعوا السفر. زين وضعوا حدود، عقبات على الحدود. 2 3 اللي صار شنو؟ اجت مشكلة التجانس العرقي، وهاي ترى عايشة الى الان. ما ادري يسمعون بالاخبار تفجيرات في الاحياء اللي بها وافدين. ليش؟ لانه يقول لك دولة يودون شرائح ما تناسب حضارتهم حضارتنا، جاي يودون شرائح متخلفة، شرائح من البلدان البدائية، تجيبهم نخلطهم بمجتمعنا، وذولا راح يختلطون بينا دمويا، يتزوجون ويانا، ينقلون لنا افكارهم، عاداتهم، تقاليدهم. هاي نظرية عرقية، نبه، هاي النظرية اللي الاسلام هو يحاربها، شلون؟ اليوم الامام امير المؤمنين سلام الله عليه قاعد مسجد الكوفة وطبن عليه نسوان 2 يردن عطائهم، هاي تريد عطائها وهاي تريد عطائها. قال لهم الامام جلسا، تناول الامام سلام الله عليه 3 دنانير لهذه و3 دنانير من بيت المال، دفعها الهم. وحده التفتت له قالت له هذه الجالسة هاي أمة وانا امرأة عربية. نعم هذه أمة. اخذ الامام قبضتين من التراب، قال شوفي اكو هاي القبضة تختلف عن هالقبضة؟ قالت لا. قال لا ارى لولد اسماعيل على ولد اسحاق ولا لولد اسحاق على ولد اسماعيل فضيلة، كلهم سوا. وقرأ قوله تعالى يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. قال قوم تفضل هذا الشيء اللي بصدرك خليه بصدرك، خرجي هذا عطايش، ماكو فرق بينك وبين هاي. يعني هذا التطبيق اللي يجسد تعاليم الاسلام. الاسلام هو يحارب النظرية العنصرية، لان النظرية العنصرية معناها الكفر بالانسانية. الناس ابناء ادم، ولذلك تلاحظ القرآن يا بني ادم يا بني ادم يا بني ادم، يعني كلكم لجذر واحد. اما يجيك واحد وقال لك انا عندي حضارة وعندي كذا، والله عنده شم حجارة ما مر عليه كم سنة، كلام فارغ ما له طعمه. النظرية الانسانية ان الانسان اخو الانسان احب ام كره. صحيح هذه وسيلة تكميل. ممكن البلد مرت بحضارة، ماكو بلد خالي من حضارة، نبه لي، لان الحضارة شنو هي؟ مجموعة الافكار والنظريات والتقاليد. يعني هل يسموه كالتشرال انثروبولوجيست، يعني عبارة عن الجانب الفكري من الحضارة
العقائد، الثقافات، الاساطير، الاديان، الافكار، الامثال، كلها تدخل في باب الحضارة. والمدنية لا، المدنية الاشياء اللي اذا عتقت يحطوها بالمتحف، نبهي، الاشياء اللي يحطوها بالمتحف يسموها مدنية. سيارة تعتق يخلوها تشكل عصر من العصور، باب بيت تعتق يخلوها تشكل تعطي فكرة عن عصر من هاي مدنية نسميها. ماكو بلد ما بيدني، كل البلدان مرات بيدني. اذا الناس كلهم ينتمون لآدم. النظرية العرقية اللي سببت ان توضع حواجز، واحد يقدر يدخل لهالبلد، واحد ما يقدر يدخل لهالبلد. هذه. فلما واحد الان يشكل يقول صحيح والله انا يمكن اروح الى بلد اخر احصل على نظريات اكثر، علم، فائدة، جانب مادي، لكن اقدر لا، مو هاي الشيء بيسوي. والانسان مقهور لما هو خارج ارادته. فالقرآن يقولهم وارض الله واسعة. ثم انتقلت الآية قالت انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. شنو معناه؟ كأنه يقولون انتوا اصبروا على الضياع شوية، اصبروا راح تحصلون ذل شوية. صحيح، لان اللي ما يعرفك مثل ما نقول ما يتملك. ممكن راح تتعرضون الى مضايقة، تتعرضون الى شدة، تتعرضون الى ألم، تتعرضون الى جوع، هذا كله محتمل يمر عليكم، بس اصبروا. لان الله عز وجل وعد الصابرين بان يعطيهم اجر بغير حساب. الامام الحسين صلوات الله عليه إلى رواية ما ينقلوها المفسرين. شنو الرواية؟ يقول ان بالجنة شجرة تسمى شجرة البلوى. بالجنة شجرة تسمى شجرة البلوى. يقول هذه يؤتى بالصابرين اليها. الصابرين يكونون يمها ثم يجيبوا لهم جزاءهم. يقول يصب عليهم الجزاء صبا بدون حساب. نعم، يعني ما يحاسبوهم واحد اثنين، لا، يصب عليهم صب لانهم صبروا. على ماذا صبروا؟ صبروا على التضحوا، صبروا انصياعا لامر الله. اقول له يا ابا الشهداء، نصيبك من هذه الشجرة اكبر الانصبة فعلا، لانك صبر وناهيك بصبره. ورحم الله سيد حيدر يقول فلله مخلوق من الصبر قلبه، ولو كان من سم الصفا لتفطر. اي صبر. تدري شلون مر عليها اليوم هذا، وشلون مر على عائلته ايضا اليوم. مر عليه اليوم الصباح استقبله بالصبر، لأنه رفع رأسه عندما أصبح صبيحة هذا اليوم. قال اللهم أنت ثقتي في كل كرب، ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة. إلهي كم من كرب يضعف فيه الفؤاد، وتقل فيه الحيلة، ويخذل فيه الصديق، ويشمت به العدو، انزلته بك وشكوته اليك رغبة فيك عمن سواك، ففرجته وكشفته، فانت ولي كل نعمة ومنتهى كل رغبة وصاحب كل حسنة، الى اخر دعائه. بعد ذلك بدأ صلوات الله عليه يجسد هذا الصبر في مواقفه. قام يمر، شوف كل شايل قتيل من آل محمد يحمله ودماؤه سائلة على يده، ويجيبه يحطه مع الشهداء، ويرجع للمعركة يستأنف مسيرته، يجيب له ضحية جديدة، وهكذا إلى أن جمع الضحايا بأجمعهم. وآخر شيء ضحى بنفسه، وآخر شيء نظر إلى مخيمه تلتهب فيها النار. كلها هاي في لحظات الأخيرة عندما أوقدوا النار وهجموا على المخيم، صاح امنعوا عتاتكم من التعرض لحرمي ما دمت حيا. كل هاي مرت عليها مرحلة الصبر. وجن الليل،
نشوف اخواته شلون صبرا ماذا مر عليهم. وحقك هالليله للحوراء زينب موقف من اشجى المواقف، من اكثر المواقف ألم لله هذه المرأة. ولقد رأيتك والمصائب والأسى حمم وحقد الظالمين يعربد تتوكفين صلابة وحصافة وتحذرين اليوم ما يأتي الغد. كل ذلك نظرته زينب ووقفت هذه الليلة الشوق. اولا لما شتات العيال والاطفال الطارد على طفل تخلصه من تحت حوافر الخيل، تيجي الى امرأة تطفئ النار عن ثيابها، تسكت يتيم يدعو عمته اين ابوه. مرت عليها الساعات الحرجة الى ان جن عليها الليل. هدأت بعض العيال، هدأت بعض الاطفال، وطلعت من وياها الخواص من اخواتها من باقي العيال. اجن وين؟ الى جسد ابي عبد الله. درنا على ذلك الجسد الصريح نص الليل وقفنا عنده. فواحدة تحنو على تضم واخرى عليه بدردها تظلل واخرى ببيض النار تصبغ شعرها واخرى تفديه واخرى تقبله الى ان وصلت الى احتضنت وضعت فمها على الجسد الشريف تقبله وتشمه. خويا المهمل من بعد يا حسين يا من واحد ظنين قطع وانقطع رجواي انا بك ما يشجلك نداي احمل ضاع يا غاتب غداك ضانا في يد النائبات. اخواني اود انبهكم عندنا بكره ان شاء الله نابعد، وبعد بكره يعني الى ليله 13 ثم ليله 14 يبدا المجلس في حسينيه الحج عباس في الهجيم ان شاء الله في نفس الوقت او من بعد بربع ساعه. نعم نتوجه الى الله عز وجل في الليله الكريمه. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 يا ربي يا من نرجوه لكل خير ونأمن سخطه عند كل شر، يا من لم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر والسريرة، يا عظيم المن يا قديم الصبر يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة. كللنا برحمتك يا الله. اللهم لا تدع لنا الى احد حاجة الا اليك. اللهم اعطنا خير الدنيا والاخرة وادفع عنا شر الدنيا والاخرة، ولا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. الاخوة المؤسسون تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب